السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية. اليوم اجيتكم يعني بيوم جديد، واليوم عزومة جديدة. اليوم جمعة مباركة، راح ينزل لكم الفيديو يوم السبت انا متأكدة. اليوم ما ادري يعني ابو يونس جايب لنا لحم، فهو بس جاب لنا لحم ما سوى مسواك كامل كلش. فقلت خلي اعزم بيت عيالي. من الليل انا نقعت كنت منقعة فاصوليا بس ضفت عليها شوية. فهنا أنا خليت اللحم والفاصوليا سوية. أنا دا أسوي هاي الطريقة والله كلش طيبة. وهنا مثل ما تشوفون سويت على الريوق شوية معلاق، تعرفون جمعة. وسبحان الله يوم صح يوم جمعة المفروض ننام ضحاوي وما نهتم للقعدة، بس قعدت من الصبح لأن متعودة أسبوع كامل إحنا نقعد من الصبح، فقعدنا من الصبح. فحمست لي شوية معلاق، يعني هاي يسمونها فاكهة اللحم، كلش طيبة، وشوية زلطة. تقريبا بالساعة 9 قعدنا أنا وبيونس نتريق. تقول واللي تقول شنو يونس تريقين معلاق ولحم من الصبح؟ عادي شكو بيها ما بيها شي. المهم بنات، هنا الفاصولية واللحم دا أحاول أشيل الزفرة من عندهن حتى تتصفى، وبنفس الوقت يخليهن يفورن يستوين. أنا طبعا دا أسوي هاي الطريقة أحسها أسهل وأطيب، يعني عادي ما بيها شي. حتى إذا اللحم استوى قبل الفاصوليا أشيل اللحم ماشي. هنا مثل ما تشوفون هذا ريوقنا، وحطيت القري على النار دا يفور. خطية اليد مالت القري احترقت. هنا أنا خرب واسي شو أقول لكم 180 درجة، بس قلت لا لازم أكمل الفيديو لأن طفت الكهرباء. وقبلها بيوم كانت طافية، يعني من قبل الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 ونص بالليل، لأن كان أكو خلل بالكهرباء. يعني إحنا منطقتنا كلها طفت. فقلت أني طبعا طولت الكهرباء زين، أنا شلون راح أشوي الدجاجة؟ فقلت أنا راح أتبع هاي الطريقة اللي هي راح أشويها بالجدرية. شلون أشويها بالجدرية؟ هسه هنا مثل ما تشوفون ضفت طبعا مطلعة بهارات الفلفل الأسود والبرياني، بعدين قلت لا أنا ما أحتاجهن، فجبت بهارات القص وبهارات الكاري. هاي بهارات نجاة العطار، كلش طيبة. شو تشوفونها بالسوبر ماركت بنات خذوها، كلش طيبة والله العظيم. بعد ما يعني أجيب بس من عندها، وهي وبهارات أذواق يعني ما شاء الله، بهارات كلش قوية وريحتها وتنطي نكهة كلش طيبة. خصوصا أكو بهارات يعني الكاري يكون ما أدري نكهته غريبة، بس هاي النكهة مالت الكاري تجنن. ضفت شوية كاتشب، الكاتشب كلش طيب ويا شو اسمه اللي ويايه ويا الدجاج الشوي، ينطي حلا على حموضة، يعني عكس المعجون. بس أنا هم بعد أضيف لها معجون. هنا أنا راح أنطيها خبطاية كلش زينة، ويعني طبعا غاسلتها ومنظفتها. وهاي أنا على مود الخاطر حماتي سويت الدجاج، أنا كثرت لحم بس قلت لا لازم أسوي دجاج الخاطر حماتي. هنا أنا بالتشيز وخليتها بالجدرية، وراح بس تحمل جدرية يعني. شنو أسوي؟ أضيف مي حتى تستوي. هسه أقول لكم شلون أضيفون المي. هنا مثل ما تشوفون راح ابدي اقلب اللحم واشوف الفاصوليا ما شاء الله مهروسه واللحم مهروس. طبعا حمستهم، قلت لكم ما ظل يواهز حتى اني شلون احكي. فحمستهم فصلت المي وحمستهم ورجعت المي يفور. فهسه شنو اسوي؟ انه اني اجيب شو اسمه المعجون، واريد احمس المعجون. بالبداية من حمست اللحم بوحدة، نسيت اني انا احمس وياه المعجون، فراحت عني. فقلت لا خلي ابدي احمس المعجون بجهة واحدة. أنا بالعادة ما أحمس المعجون ماشي، ما أدري ليش، بس تجيني فترات لا أحمس المعجون، لأن هذا المعجون أحسه بس بالحمس يطلع طيب. أكو معجون فعلا يعني زين ونوعيته زينة، خصوصا أنتونسا كلش طيب، فما يحتاج حمس. خلوها ببالكم، أكو معجون فعلا تحسونه إذا ما ينحمس ما تطير ريحته. المهم راح أبقيه على النار. وهنا أنا راح أضيف مي، تشوفون إذا أريد أضيف مي على الدجاج بس ما قاعد يبين. هسه راح تشوفون راح تبدي تستوي عندكم الدجاجة، بحيث إذا مثلا تريدون تجي الكهرباء بس تنطونها تحميرة من فوق. والحمد لله إنه إجت الكهرباء يعني بالوقت اللي إحنا نريده. هنا مثل ما تشوفون راح أعوفه ينحمس لحد ما هيك ياخذ لسعة بس مو كلش يحترق، وأضيفه على اللحم والفاصوليا كامل. وهاي هيش طريقتي يعني بالفاصولية. أنا قلت لكم المعجون إذا كان زين هذه بالنسبة إلي ما أحمس المعجون. فبوقتها يعني أبو يونس جته عزومة، يعني اتصال إنه معزومة بكركوك. فقلت له زين شلون أنا طبخت وأهلك راح يجون؟
فقال والله شو اسوي يعني هاي عزيمة يعني لحوا علي الا تمشي ابو يونس تجينا للعزيمة. فقلت له يلا ماشي روح، هنا هم اكل وهنا هم وهناك اكل وهنا اكل، بس احنا يعني على مود اللمة وجمعة وكنا نلتم عيلة، عرفت شلون، على مود هاي. المهم ضفت المعجون وراح اضيف عليه مي من نفس الطاوة، فاتحة المي الحار. وهواية يسألوني من أعجن وأحط مي مباشرة من البوري، مثل من أعجن من أطبخ بنات، إحنا مينا حلو، مينا مصفى حلو، يختلف إنه مي طعمه يختلف بمرارة، أو هو أصلا يعني غير صالح للطبخ وللشرب. لا بنات إحنا المي مالتنا ما شاء الله، وأنا عندي فلتر ماشي، وهذا المي اللي ينزل ما ينزل مباشرة من البواري رأسا يجيني، لا موجود يعني خزان فوق ويعني نستخدمه. شوفوا بنات، أخلي مي التشيس موجود، وأخلي مي بالجدرية وهي تفور، وعلى العين يعني النار كلش هادئة وهي تستوي، يعني تنهرس بالجدرية. شوفوا بنات، طبعا دا أحضر الخضرة والكهرباء بعدها مستمرة طافية، والدجاجة قربت تستوي والكهرباء ما اجت. شوفوا شلون ينفخ التشيز، وهو هسه الدجاجة قاعد تنطبخ. وهنا سويت التمن والفاصولية موجودة كملتها كامل. هسه بنات ايش راح اسوي؟ راح اخذ الخضرة مالتي، وهاي طبعا اشتريتها على مود يعني اسوي الخضرة بيها، احتفظ بيها بالثلاجة حتى يعني الطول عندي. وهنا الشاي، الله شاي دي اكس ان فتشي، فهنا قلت اريد اشرب. شوفون بوتبوتة ينتظر جهال يعني حماية. هنا قاعدة زينة طبعا راح نتعشى العفو نتغدى بالحوش، فقلت خلينا نسوي لنا قاعدة هنا حلوة والجو كلش حلو. طبعا اليوم جمعة المفروض نطلع سفرة، بس سبحان الله قلت لا خلينا نلم العيلة ونقعد بالحوش نتونس. وهنا حطيت شاي حتى شوي ياخذ اللون، طبعا شكر كلش قليل اخليه. وهنا طبعا دا اتابع فريقي ودا اتابع شغلي، لازم الموبايل يعني شوفوني ايد بالشغل وايد على بالموبايل دائما. وهنا بنات هذا الانستا مالتي، تابعوني على هاي الصفحة، طبعا وصلنا ال65,000 متابع، فروحوا تابعوني دائما، انا اخليه بصندوق الوصف. هنا راح نجيب الحافظة اللي حتى نسوي بيها الخضرة، وقعدت استمتع جهالي حواليا وبتبتة ينتظر انه يجون بيت عمه والجهال حتى تصير الهوسة. تعرفون يعني شنو هوسة؟ يمه بتبتة من يشوف جهال شي يسوي بينا، يعني والله العظيم قاعدة ما نقعد. وهم خطية هم بعد جهال، تعرفون انتو، والنوب مشتري بايسكل جديد ابو يونس اشترى له، ومسوين مرجوحة بالحوش، يعني تخيلوا لا يخليهم يصعدون مرجوحة ولا يخليهم يصعدون بالبايسكل. واني طبعا هو قبلها بيوم اشترى البايسكل البوتبوتة، فتشوفون ما يقدر اشيله من عنده، هو اصلا يريد يشوفهم البايسكل. ف تدرون مشكلة الجهال، اخير شي من كثر العياط والصياح مال الجهال شلت البايسكل وصعدته للبيتونة، قلت لهم على الاقل خلونا نتغدى يا معودين، بس خلونا نتغدى. فشوفون هسه بديت انقي الخضرة، واني هذا الشي يعني اتونس بالخضرة من انظفها من ما يكون عندي شغل، عرفت شلون. شوفوا الشاي مالتي، شوفوا شلون انطى اللون مالته ما شاء الله. فد الشاي مالهم مال ديكس ان يصفي الراس ويعدل المزاج وينطي مذاق كلش طيب بحيث تدمنون عليه. شوفوا بتبته هو ويونس قاعدين يلعبون، واني بديت اكمل تنظيف الخضرة. قاعدة كانت كلش حلوة، الجو حلو يعني صدق ينطي واهس انه يا ريت الجو يبقى هيجي، لا حار ولا بارد، وتتونسين حتى من تغسلين البيت عادي ما تهتمين، تحطين فرش ما تحطين عادي كلش يعني هيج حلو. وهنا شوفوا الناس يقعد على اساس ابني الكبير هذا هيج يموتون على شيء اسمه بايسكل، بس اني ما اريد اشتري لهم الكبار، ما اريدهم يلتهون عن دراستهم اكثر ما هم ملتهين على الطوبة كل النهار ورا الطوبة. وهنا ورا ما كمل الشاي مالتنا حتى نقعد نتونس ونشرب الشاي واكمل الخضرة مالتي لحد ما يجون بيت عيالي. طبعا بهاي اللحظة وصلوا بيت عيالي وكملنا الخضرة اني وحماتي يعني سلفتي العفو. وهنا هي بدأت تنظف الخس وغسلت الخضرة، واني جبت المواعين ونزلت الجداري. وهنا يوسف كان نايم وقعد هي صبت الغداء، الله شلون توقيت حلو.
وهنا شوف ذن الكاسات الصغار على مود نحط السوب مال الدجاجة. طبعا من اجت الكهرباء رأسا حطيتها بالفرن بس انها تاخذ لون من فوق، كانت مستوية. فسووا هاي الطريقة اذا مثلا حتى اذا كان الفرن عندكم يعني مثلا نارته ضعيفة ما يستوي بيها الدجاج بسرعة، لا، بهاي الطريقة تخلون شوية، تخلونها بالكيس وتخلون مي قلاصين 3 وتعوفونها عجدرية راح تستوي وتصير كلش طيبة، تنهرس يعني عادي كأنه ما دجاج شوي. مجرد تحطونها بالفرن بس انها تاخذ لون. وهنا أنا مثل ما تشوفون بديت نصب الغدا، ما سويت لا كشمش ولا شعرية ولا سويت زلطة، لأن لا احنا ولا بيت عيالي يحبون هاي السوالف يعني جديات. فدائما لما احنا نلتم عادي بيت واحد ماكو داعي اني اقعد، لان هم مو ناس مو خطار غريبة. الخطار الغريب عادي يعني حتى اذا اعرف انه هم ما ياكلون، لا لازم اسوي الكشمش والشعرية، اسوي الزلطة يعني. بس بما انه تمن ومرق ودجاج وخضرة وخير من الله هاي كافي يعني. فشوف التمن، طبعا التمن مالتنا يعني جبت المواد وبديت اخلط اني بس يجيني تمن المواد كلش اتونس بالخلط مال التمن، ينطيني نكهة كلش طيبة بصراحة. انا هيك يعني متعودة. فهنا مثل ما تشوفون بديت نصوب الغداء، وطبعا حماتي، العفو سلفتي، انا متعودة اقول حماتي يعني، وسلفتي قاعد تحضر بالخضرة، ترتب يعني تمد السفرة بالحوش حتى نخلي الغدا مالتنا. وهسه بنات كملنا صب الغدا. طبعا حطيت هم الدجاج نزلت وحطيته فوق التمن. يعني قلت لكم انا الدجاج سويته على مود سلفتي، كلش تحب الدجاج انا وياه، وخصوصا هذا السوب. وهنا لما مدينا السفرة بالحوش وقعدنا قعدة حلوة والتمينا وتغدينا على سوالف على ضحكة على وعايط على الجهال وهالسوالف هاي. طبعا بس حمواني اجوا يعني تغدوا بيونس ما كان موجود، يعني كملنا غدا نصب شاي، هو اجا يعني بسرعة ما تأخر علينا، وكملنا القعدة. واشوفكم بخير، مع السلامة، باي باي.